صحا ويعني طويت، والرجاء الرياضي غيسجل الوافدين الجدد ديالو غادي يرفع المنع، لان المكتب يعني داير حسابه وعارف بانه كاينين لعابه اللي خصهم ياخذوا الفلوس ديالهم كاش، اللي يرفضوا انهم يتنازلوا وانهم يديروا بروتوكولات او اللي يتنازلوا. المكتب راه عنده هذا المبلغ المالي يعني بناء على المعطيات اللي عندنا دايرين بحسابه بان هذه الرجاء فريق بمرجعيه تاريخيه، ولا اعتقد ان السي عادل هلا والاخوه اللي معهم يبغيو يتحسب في التاريخ ديالهم ان الرجاء تمنعت من الانتدابات وما قدروش يرفعوا المنع. اكيد المهمه ماشي سهله، ما كتكلم على المبلغ ديال 4 المليار، راه ماشي شي حاجه اللي يمكن شي واحد يعتبرها سهله. اللي كيعتبر هذا الرقم هذا سهل راه مبلغ كبير وكبير بزاف، 4 المليار والصف. ولكن كما قلت لك هما راه كاين يعني المبلغ المالي باش يخلصوا هذوك اللعابه اللي ما بغاوش، وغادي يتموا يعني تاهيل الوافدين الجدد ديال فريق الرجاء الرياضي يعني في الوقت المحدد. هذا فيما يتعلق بالمنع، كتعرف هذه المساله ديال رفع المنع مصطفى، كاينين اللعابه كيلقاو معاهم بروتوكولات، ومن بعد دوك اللعابه كاين منهم اللي كيعاود يدور، كاين اللي هذا يعني المساله يعني كانت فيها شويه معقده، لان انت كنكتب ما عندكش 4 المليار باش تخلص كل شيء كاش فعلا. يعني كتكون مضطر انك كدير مفاوضات مع مجموعه من اللاعبين. كاينين اللعابه اللي في الاول كيقولوا لك من بعد كيسمعوا شي لعابه اخر خدا شي فلوس حتى هما كيقولوا لك لا حتى انا خصنا ناخذو، كتبقى الامور كدور في هذا العام. والمكتب يعني مشى يعني حاولوا يعني راه قنعوا واحد العدد كبير من اللعابه، راه العدد كبير من اللعابه وبقى بروتوكول، وكاينين لعابه اللي ما بغاوش ودا حقهم. باش تكونوا واضحين راه ماشي لعاب اللي بغا فلوسو غتسبوه ولا غتعايروا ولا شي حاجه، راه مساله عادي. الا بغا يدير داك اللعاب يعني يراعي الظرفيه الحاليه وقع معاك بروتوكول كيما داروا مجموعه من اللاعبين راه تحسبوا له. اللعاب عاود اخر شاف راسو ان عنده التزامات وبغى الفلوس ديالو، راه ما يمكنش يتسبوه ولا تعايروا ولا تقول له هذا. راه الكارثه اليوم مصطفى واللي خصها واحد الحيز من النقاش، لما كتشوف للاسف لعابه يا صاحبي 4 سنين 3 سنين وما كيتسالوا، دازوا في واحد الوقت اللي كانت فلوس وكانت امكانياتهم واخده فلوسهم. بالله عليكم واش جمال السلامي اللي وافق حتى هو على البروتوكول باش يداروا مع الرجاء، واش جمال السلامي دابا اللي ساهم في بلوغ داك النهائي ديال البطوله العربيه وداك التتويج وكانت مرحلته ايجابيه جدا مع نادي الرجاء الرياضي، ودات الرجاء المنحه ديال كاس العرب وتباعوا اللاعبين وما تخلص السلامي وما تخلص مجموعه من اللاعبين. راه هنا مصطفى الشعر ديال راسك كيوقف، يعني غريبه الشيء يقولها مصطفى جزار ومعشي باللفت. هذا المثال الدارج بحال هو دابا كيفاش هذا السيده مصطفى دوز واحد لابيريود اللي دخلوا فيها الفلوس وهذا، وعلى الاقل قبضوا عطيه حقه. واش السما السلامي كنت قبضتيه في ديك الوقيته وقلتي لي هاجي هكا هذا المبلغ المالي نقص لنا شويه ونعطيوك شويه ورحتي قبل، علما انني انا بعد الطريقه اللي كان السلامي حتى وراه تقلق شي شويه باش نكونوا واضحين، انه الطريقه باش مشى ما كانش كتليق بمدرب الرجاء اللي دار مسار متميز، والحمله اللي نطت عليه في ديك الوقت غريبه. ولكن رغم ذلك يبقى لعاب يعني قدر فرقته هذه بلا ما نهضروا على لعابه اخرين كاع اللي ما ضربوناتوش لا كره وكبدوا خزيره النادي. ولكن استحسناوي هاد الفلوس اللي كنتكلموا عليها دائما راه خصها تناقش في الجمع العام، وفين مشات هاد الفلوس؟ لا ناقشوها فين هما الفلوس؟ خلصوا بها لوطيلات الفاضيق، راه كانوا كيتسالوا قيامه كتسال الرجاء. راه حسناوي راه دخلوا بزاف ديال الفلوس بزاف داكشي على الوطيلات. دخلها مصطفى راه مالا بزاف، عرفتي قضيه العمليه وحسب شحال دخلت الرجاء الوقيته. شوف السي مصطفى هو الارقام كنا عطيناهم في حلقات سابقه اللي كانت عندنا الارقام ماليه مضبوطه، فدابا نعاودوا نرجعوا لهم وناخذوهم. الاجمالي اللي دخل في ديك الفتره بكاس العرب برحيمي بمالونغو كانت 11 مليار تقريبا، هذا هو الاجمالي. الاشكال اللي كاين ماشي طريقه، لان الفلوس كانت الرجاء عندها كتسال، راه دوزات الرجاء واحد العامين ونص كانت كتهز كلشي كريدي، كلش كريدي، ما كانوش الفلوس، ما كانش المداخل، جات مع كورونا وهذا ما كانش المداخل. خسر الاشكال اللي كاين ان لما دخلوا دوك الفلوس الاولويات ما ترتبوش. انا وجهه النظر ديالي واحترم الاخوه اللي كانوا تدبير ديال الفلوس احسن. التدبير ديال دوك الفلوس. اول خطا انا شوف انا اول خطا بالنسبه لي كان وقع على مستوى واش تدخلوا الفلوس صافي كلشي غتمشي تخلص لي فورنيسور كاملين، ما يمكنش.
وكان عليك تخلي بعدا تقوي الفرقه بلاعبين في المستوى. هذا معيار. انا فندق كيسال ليا مصطفى 600 نعطيه 300، نقول له سمح لي عاوز يجيب الله التيسير نعطيك. شركه كتسالي كذا نعطيها شويه. وما عاد دخلوا الفلوس، جابوا الفنادق، جابوا مع من كيتعاملوا هكا اللي كيسال تتخلص اللعابه هما الاولين. هذا بغيتو هذوك كيما قلت يا مصطفى، واش انا مدرب ساهم معايا وكان معايا غادي نجي نخليه ما نعطيش الاخر؟ وعيب السلام يبقى يتسال. المهم هذا نقاش حنا مبغيناش نرجعوا للفلاش باك ديال دوك المعطيات. هذا في المنع. انا كنقول الاخوان جمهور الرجاء تسجل الوافدين والناس في المكتب ضابطين الامور ديالهم رغم الاكراهات الصعبه، ولكن راهم قادين بشغلاتهم وغيتسجلوا اللعابه وعارفين شنو كيتسناو. المنع بالنسبه لجمهور الدرجه انا كنقول كاع بلا ما يفكروا في هذا المعطى لانه امر متجاوز. على مستوى تعزيز التركيبه البشريه بالنسبه للاعبين، داك المدافع عنيبه اخر ما بلغنا، وان المفاوضات يعني عاود زاد تعثرات شي شويه لان الوكيل ديالو ولا فرض زاد شي شروط اللي صعيبه. فهمتي؟ هذا انا بالنسبه ليا لما كيكون شي مفاوضات مع شي لاعب ما كيخصنيش نطولهم معاه، لان المفاوضات انا كنقول مع عنيبه طولات بزاف. في الاول اللاعب صراحه بدا الموافقه ديالو من الاول باش يلعب مع الراجل، شويه الفرقه ديالو ما بغاتش الاعاره مع امكانيات الشيء، بغات الاعاره الجافه. علاش انا غنجيب كاع اعاره جافه نهيئك ونصيفطك وترجع للفرقه واجد؟ من بعد ولا زاد الوكيل ديالو كيدير واحد الشروط. اذن اللاعب انا اللي بدا يدير معاه المسلسل ديال سامحيني باش نجيبو بالناقص اخويا، عطا الله مصطفى اللعابه، عطا الله المدافعين، نمشي نبحث في امور اخرى ونجيب لاعب يعاونني ويساعدني على مستوى التركيبه البشريه. هذا هو القناعه ديالي. المهاجمين حتى هما قالك دابا راهم مع 3 ديال زاتاكو اللي عندهم اللي بالغنى، 3 ديال المهاجمين راه كيشوفوا 2 منهم غيوقعوا لهم، اللي راه كيلقاو معاهم شي